النهارده هنجاوب على اكتر اسئله الناس بتسالها عن القانون الجديد للايجار القديم. السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو انت اول مره بتشوف البرنامج فالبرنامج عباره عن معلومه قانونيه جديده بتهم على كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقه جديده. والسؤال الاول بيقول ايه هي عقود الايجار الخاضعه للقانون الجديد؟ عقود الايجار الخاضعه للقانون الجديد هي عقود الايجار القديمه اللي تاريخها قبل 31/1 سنه 96. ومش كل عقود الايجار القديم. عقود الايجار القديم للاماكن المؤجره لغير اغراض السكنه والمؤجره لاشخاص اعتباريه مش هتخضع للتعديل ده، لان صدر بالنسبه لها قانون كنا عملنا عليه حلقه في برنامج المستشار، هسيب لك اللينك فوق لو انت حابب ان انت تراجعه. وبالمناسبه اي عقد ايجار من تاريخ 31/1/96 الى يومنا هذا هو قانون خاضع للقانون المدني وبيقال عليه ايجار جديد. وبالمناسبه كمان ان الايجار الجديد صدر له تعديل، ان شاء الله هنعمل له حلقه في برنامج المستشار قريب. طيب السؤال الثاني بيقول امتى يبدأ تطبيق القانون الجديد؟ المادة 10 من القانون قالت ان ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. القانون اتنشر في 4/8، اذا هيبدأ تطبيق العمل من 5/8/2025 يبدأ تطبيق القانون الجديد. السؤال الثالث بيقول الأجرة الجديدة هتستحق امتى وهتكون كام؟ القانون قال ان الاجره الجديده او الاجره الجديده هتكون مستحقه بعد مع اول اجره مستحقه بعد تطبيق القانون، يعني بعد 5/8 اي اجره هتستحق هتكون هي دي الاجره الجديده. قيمتها هتبقى ايه؟ طيب هنقسم هنا قيمه الاجره الجديده ما بين الاماكن المؤجره لغير اغراض السكن والمؤجره لاشخاص طبيعيه مش اعتباريه طبعا، وما بين الاماكن المؤجره لاغراض السكن. الاماكن المؤجره لغير اغراض السكن لاشخاص طبيعيه دي هتزيد 5 اضعاف، يعني هتبقى الاجره الحاليه المستحقه حاليا في 5 اضعاف، ودي هتبقى الاجره الجديده. لكن الاجره دي هتزيد سنويا بنسبه 15% لمده 5 سنين. بعد ال5 سنين خلاص بينتهي العقد، مفيش قانون قديم تاني. اما بالنسبه للاماكن السكنيه، هنا القانون قال ان في لجان اسمها لجان حصر. لجان الحصر دي لجان الحصر دي هيلتزم المحافظ بانشائها في نطاق محافظته. لجان الحصر هتقسم المحافظه ل3 مناطق: منطقه متميزه، منطقه متوسطه، ومنطقه اقتصاديه. بالنسبه للمنطقه المتميزه هتكون الاجره فيها هي الاجره الحاليه الساريه حاليا، ده انا بتكلم عن كل واحده طبعا، الساريه حاليا في 20 ضعف بحد ادنى 1000 جنيه وبدون حد اقصى. وهندي مثالين على كده عشان نفهمها. لو انت في منطقه متميزه بتدفع 10 جنيه ايجار شهري، هنضرب ال 10 جنيه في 20 ضعف هتبقى 200 جنيه. هنا ما بلغتش الحد الادنى اللي هو 1000 جنيه، فهتترفع الاجره ل 1000 جنيه شهري. اما اذا كانت الاجره اصلا 100 جنيه هنضربها في 20 ضعف فهتبقى 2000 جنيه. هنا عدت الحد الادنى وقلنا بدون حد اقصى، فالاجره هنا هتبقى 2000 جنيه. اما بالنسبه للمنطقه المتوسطه فهتكون الاجره الساريه حاليا في 10 اضعاف وبحد ادنى 400 جنيه. واحسب برضو وطبق المثالين اللي فاتوا على الكلام ده بحد ادنى 400 جنيه وبدون حد اقصى. اما بالنسبه للمناطق الاقتصاديه فهتكون الاجره الساريه حاليا في 10 اضعاف وبحد ادنى 250 جنيه وبدون حد اقصى. اللجان اللي نص عليها القانون دي هتخلص شغلها في مدة 3 شهور، وممكن يبقوا 6 شهور بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد كده المحافظ هياخد النتائج بتاعت لجان الحصر وهيصدر بيها قرار، وبعد كده القرار ده هيتنشر في الجريدة الرسمية وحضرتك تعرف انت في اي منطقة. طيب يا استاذ انت بتقول لي ان اللجان دي هتاخد 6 شهور في شغلها، طيب والاجره المستحقه بعد تطبيق القانون زي ما انت قلت يعني بعد يوم 5/8 هتدفع ازاي؟ هقول لك ان القانون قال ان هو بعد العمل بالقانون كل الجمهوريه هتدفع 250 جنيه. انا بتكلم هنا عن السكن، كله هيدفع 250 جنيه لحد ما لجان الحصر تخلص شغلها والمحافظ يصدر قرار ويتنشر في الجريده الرسميه وتعرف انت تبع اي منطقه، منطقه متميزه ولا متوسطه ولا اقتصاديه. طيب هنفترض ان انت طلعت في منطقه متميزه وكان الايجار بتاعك 1000 جنيه، انت دفعت 250 جنيه من بدء تطبيق القانون لمده 6 شهور. هنا انت هتلتزم بدفع الفرق ما بين ال 1000 جنيه وما بين ال 250 جنيه اللي دفعتها، فهيبقى عليك 750 جنيه في مده ال6 شهور. هتدفعهم مره واحده لو معاك فلوس، ما معاكش فلوس هتدفعهم على
اقساط مساويه للشهور اللي عدت، يعني 6 شهور في 750 جنيه، تدفع ال 1000 جنيه بتاعتك وبعد كده تدفع كمان عليها 750 جنيه لمده 6 شهور اللي عدوا منك. طيب كده انت عرفت الاجره بتاعتك هتبقى كام. طيب الاجره دي هتزاد بنسبه 15% سنويا لغايه 7 سنين، بعد 7 سنين مفيش ايجار قديم سكني تاني. وده كان السؤال الثالث. طيب السؤال الرابع بيقول ايه؟ امتى تنتهي عقود الايجار القديم؟ والسؤال ده فيه كذا تفصيل. اولا كده طبقا للقانون هو بيلغي قوانين الايجار القديمه وبينهيها وبينهي كل العقود. بالنسبه للاماكن المؤجره لغير اغراض السكنه والمؤجره لاشخاص طبيعيه هتنتهي بعد 5 سنين من تاريخ تطبيق القانون، يعني في 4/8 سنه 2030 هتنتهي كل عقود الايجار المؤجره لاغراض غير السكن والمؤجره لاشخاص طبيعيه زي ما قلنا. اما بالنسبه للاماكن المؤجره لاغراض السكن هتنتهي بعد 7 سنين من تاريخ تطبيق القانون، يعني تحديدا في 4/8/2032 مفيش عقود ايجار قديم تاني. طيب بالاضافه لكده القانون هنا جاب حالتين جداد يجوز فيهم للمالك او المؤجر طرد واخلاء المستاجر منهم. والحالتين دول هما إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك العين مقفولة لمدة سنة بدون مبرر. يعني حضرتك مأجر شقة إيجار قديم، شقة سكنية وسايبها مقفولة بدون مبرر سنة، كده خلاص قام في حقك حالة من حالات الطرد واللي أتى بها القانون الجديد. طب معنى كده يا أستاذ إن أنا ممكن أسيب الشقة بتاعتي مقفولة ويبقى عندي مبرر؟ طبعا. طب ايه المبرر؟ المبرر ان انت مثلا تكون ساكن في الشقه دي لكن انت شغلك بره مصر، فقعدت سنه او سنتين او 3 سنين ما نزلتش اجازه، فانت هنا حضرتك ليك مبرر. شغلك في محافظه تانية فانت ليك برضو مبرر. طيب السنه دي ناس بتتكلم السنه دي تبتدي من بعد تطبيق القانون، يعني ابتدي اعد من يوم 5/8 السنه دي، ولا ممكن تكون اصلا السنه عدت؟ لا، هي ممكن تكون السنه عدت، لان السبب هنا السبب ده كاشف حالة العين انها مغلقة لمدة سنة، هو السبب كشف الحالة هنا، مش مطلوب منك ان انت تستنى سنة بعد تطبيق القانون. فالسنة دي اذا توفرت في المستأجر ان هو تركها لمدة سنة مغلقة بدون مبرر ايا كان بداية السنة دي امتى، فهنا قام في حقه حالة من حالات الطرد، ودي وجهة نظري القانونية. اما السبب الثاني الجديد اللي جاء به القانون الجديد للطرد والاخلاء هو ان يكون المستاجر او من امتد اليه عقد الايجار بيمتلك وحده سكنيه او وحده غير سكنيه بحسب الاحوال. يعني اذا كان مؤجر وحده سكنيه ايجار قديم لكن بيمتلك وحده سكنيه تمليك مستاجر لوحده غير سكنيه ويمتلك وحده غير سكنيه، هنا قام في حقه حاله من حالات الطرد. طيب انت هتقول لي اصل انا ساكن في اسيوط وعندي شقه في اسكندريه بس بصيف فيها، حضرتك هيقوم في حقك حاله من حالات الطرد. انا ساكن في اسكندريه وعندي شقه في اسوان تمليك بصيف فيها او مأجرة، حضرتك هيقوم في حقك حاله من حالات الطرد. هنا الماده جت مطلقه، لو انت عندك مستاجر وليك عين تانية او مكان تاني سواء سكني او غير سكني بحسب الاحوال التمليك، فانت قام في حقك حاله من حالات الطرد، مفيش اي كلام. طيب الحالتين اللي جاب بيهم القانون دول ما بيمنعوش ان في اصلا حالات للطرد تانية كان نص عليها القانون القديم وكنا عملنا حلقه عليها قبل كده، هسيب لك اللينك فوق، لكن هذكر لك حاله منها، وهي مثلا ان يكون في عقد الايجار في بند بيمنع المستاجر من الايجار من الباطن وده شرط فاسخ، والمستاجر بيأجر رغم ذلك من الباطن، فهنا المالك او المؤجر هيكون له حق ان هو يرفع عليه دعوى طرد وفسخ العقد. هنا القانون الجديد ما لغاش حالات الطرد القديم، لكن هي موجوده زي ما هي، لكن الحالتين الجداد دول قال ان المالك او المؤجر من حقه اللجوء لقاضي الامور الوقتيه عشان يصدر امر بطرد المستاجر اذا تحقق او قام في حقه حاله من الحالتين دول. اما في غير الحالات دي فبيلجأ للمحكمه المدنيه العاديه المالك او المؤجر، وده ما بيمنعش المستاجر ان هو لو صدر في حقه امر وقتي من قاضي الامور الوقتيه ان هو يلجأ للمحكمه، لكن المحكمه الطبيعيه بتاعته اللي هي المحكمه المدنيه. طيب اذا
ما تحققش حاله من الحالات دي او من حالات الطرد القديمه، فقلنا العقد بينتهي بعد 5 سنين او بعد 7 سنين بحسب اذا كانت هي مؤجره لغير غرض السكنه او لغرض السكنه. انا جاوبت كده على كل الاسئله اللي وصلتني والناس بتسالها كتير. لو لسه عندك سؤال اكتب لي في الكومنت هرد عليك او هعمل عليه حلقه لو اجابه السؤال محتاجه شرح.